في علم النفس بيقولوا إن التوأم ليهم رابطة خاصة جدا محدش بيفهمها غيرهم، أو بين قوسين دي التخاطر أو الإحساس ببعضهم عن بعد. لكن اللي هنحكيه النهاردة ما كانش مجرد رابطة، ده نقدر نسميه احتلال. لأن تخيل إنك عايش مع نسختك، بتتحرك زيه، بتتنفس زيه. لو هو سكت أنت لازم تسكت، ولو هو مات أنت بس ساعتها تقدر تعيش. قصة النهاردة عن بنتين قرروا إن هم يعاقبوا العالم كله بالصمت. بنتين عملوا لغتهم الخاصة وقوانينهم الخاصة وحتى محكمتهم الخاصة. الحكاية بدأت في مدرسة أطفال وانتهت بجثة في باص نقل مساجين ولغز طبي حير الأطباء الشرعيين لحد النهاردة. فأهلا بيكم في حلقة جديدة ودسمة جدا من بودكاست من الأرشيف. الليلة هنفتح ملف التوأم الصامت، جون وجينيفر جيبونز، أغرب توأم مر على تاريخ الطب النفسي والجنائي في العالم. ففي البداية ما تنساش إن أنت تعمل فولو لايك للبودكاست على كل المنصات، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. حكايتنا بتبدأ في سنة 1963 تحديدا في مستشفى عسكري في اليمن. بيتولد التوأم بتاعنا جون وجينيفر جوبنز، الأختين التوأم، وبيكونوا مولودين في المستشفى العسكري ديت بسبب إن ده كان مكان شغل والدهم. ولكن دي ما كانتش المأساة الحقيقية، بحيث إن المأساة الحقيقية بدأت بجد لما عيلتهم نقلت لمدينة هارفرفورد ويست، تحديدا في ويلز في بريطانيا. الأمر دوت حصل سنة 1974. في الوقت دوت هم كانوا العيلة السوداء الوحيدة في مجتمع أبيض ومتحفظ جدا. وطبعا انت أكيد فاهم مدى الأمر دوت قد إيه بشع، بحيث إن جون وجينيفر اللي كان عندهم حوالي 11 سنة شافوا الويل. بحيث إن التنمر كان وحشي جدا، العيال في المدرسة كانوا بيطردوهم ويضربوهم، لدرجة إن البنات كانوا بيخرجوا من المدرسة بدري عشان يهربوا بس من حفلة التعذيب اليومية ديت اللي كانت بتحصل لهم. فنتيجة للأمر دوت كانت في رد فعل نفسي مرعب جدا من البنات، بحيث إن البنات خدوا قرار، عارف اللي هو قرار غير معلن كده، اللي هو ما بينهم وما بين نفسيهم إحنا مش هنتعامل مع الجنس البشري ده تاني، إحنا ملناش غير بعض. وبدأوا إن هم يعملوا تصرفات غريبة، بحيث إن هم بدأوا يرفضوا الكلام تماما. ومش بس في المدرسة، لأ، ولا مدرسين ولا جيران، وحتى في البيت مع أبوهم وأمهم، بحيث إن الأب والأم كانوا بيكلموهم والبنات كانوا بيردوا بنظرات جامدة كده أو همهمات مسموعة ليهم هما الاتنين بس. ولكن الأمر موقفش عند الحد دوت، الموضوع طور لظاهرة نادرة جدا سموها العلماء كريبتوفيجيا أو لغة التوأم السرية. بحيث إن هم عملوا أمر غريب جدا، هم اخترعوا لغة خاصة ليهم. هي عامة كانت لغة ميكس كده غريب بين الإنجليزي ولهجة الكريول بتاعت منطقة باربادوس. المنطقة دي تعتبر منطقة من جزر الكاريبي، فكان ليها لهجة كده، لهجة تعتبر أفريقية شوية، فكان هم قادرين إن هم يعملوا ميكس غريب كده بين الإنجليزي واللهجة دي. بس هم ما اكتفوش في الحتة ديت إن هم يعملوا الميكس الغريب ده، لأ، هم كانوا بيعملوا شيء أعجب أكتر عشان يحول الأمر لشفرة. هما كانوا بينطقوا الميكس دوت بسرعة رهيبة جدا. هي بجد بقت شفرة مستحيل حد يفكها غيرهم، لأن مفيش حد فاهم إيه اللي هما بيقولوه، اللي هما بيطششوا هكذا. ولو فاكر إن الأمر كان مجرد بس الصمت واللي هو السرية ديت، يبقى أنت لسه محتاج تفهم ليه هما أعجب توأم ممكن تسمع عنهم. أمر كان أعقد بجد بكتير، بحيث إن هما كانوا جوه البيت الموضوع كان أغرب للخيال. تصرفاتهم كانت بتخلي شعر الراس يقف، كانوا بيتحركوا عارف بتزامن كده مريب جدا. لو جون رفعت ايديها، جينيفر بترفع ايديها في نفس الجزء من الثانية وبنفس الزاوية. لو واحدة ضحكت، تانية لازم تكون بتضحك في نفس اللحظة، كأنهم كانوا بيبصوا في مراية مش شخص تاني، مش مجرد توأم. مفيش حد فيهم كان بيعمل حاجة مستقلة عن التانية. والأهل هنا طبعا بدأوا إن هم يرتابوا من الموضوع وخافوا جدا، وبدأوا إن هم يلجأوا للأطباء النفسيين. وهنا الدكاترة عملوا الغلطة اللي دمرت الباقي من عقل التوأم دوت، بحيث إن كان رأي الدكاترة إن هم عشان يعتمدوا على نفسهم لازم نفرقهم. فطبعا قرروا قرار، وكان هو إن هم يبعتوا جون لمدرسة داخلية وجينيفر لمدرسة تانية. ولكن النتيجة كانت كارثية جدا بكل المقاييس، بحيث إن البنات دخلوا في حالة كانت اسمها كاتاتونيا، أو تحديدا إن هم إن جسمهم كان متخشب، جسمهم بجد بقى زي التماثيل، بطلوا ياكلوا، بطلوا يتحركوا، وكمان نبضهم كان بيضعف، كأنهم كانوا بيموتوا حرفيا، لمجرد بس إن هم كانوا بعاد عن بعض. فطبعا الأمر دوت خلى الدكاترة إن هم يعني اللي هو
بجد هم مش فاهمين إيه السبب وإيه الموضوع، ولكن للأسف استسلموا للأمر الواقع ورجعوهم تاني لبعض، لأنه في الأول وفي الأخير الأمر كان غير مفهوم لدرجة مرعبة. ولكن الأمر على الجانب الآخر، البنات أدركوا حقيقة واحدة بس، والحقيقة ديّة كانت إن هُم معتبرين نَفْسهم إن هُم كيان واحد، والعالم الخارجي ده العدو اللي إحنا لازمًا نحاربه. وبعد ما رجعوا لبعض حبسوا نَفْسهم في أوضتهم، عزلوا نَفْسهم تمامًا عن أهلهم، وكانوا بيتواصلوا مع مامتهم بس عن طريق رسايل بيكتبوها كده ويرموها من تحت عقب الباب، واللي هو العُزلة ديّة استمرت لكذا سَنة. ولكن في العُزلة ديّة لقوا مخرج لطاقتهم المكبوتة، وكان المخرج دوّة هو الكتابة. بحيث إن هم كتبوا مذكرات بملايين الكلمات بخط صغير جدًا، وألفوا قصص وروايات كاملة. ولكن للأسف القصص دي ما كانتش قصص بريئة، لأن القصص دي كانت قصص سوداوية جدًا، كانت قصص سوداوية عن الجرايم والعنف والهوس الجنسي. يعني مثلًا جينيفر كتبت رواية منشورة اسمها The Pepsi Cola Addict، قصة كئيبة جدًا عن طالب بيتم إغواؤه من المدرسة بتاعته. وجون على الناحية التانية كتبت رواية اسمها The Baggalist. طبعًا أنا باقول الروايات اللي كانت مشهورة جدًا ليهم، ولكن هم كان ليهم حاجات كتيرة، بحيث إن هم كانوا بيحلموا بالشهرة، وجمّعوا مصروفهم عشان ينشروا الروايات ديّة على حسابهم. ولكن العالم بيدّيهم الألم للمرّة التانية، وبيتجاهلوا، وهنا بيتحول الإحباط لغضب وانتقام. التوأم بعد ما خدوا الصفعة ديّة من العالم، وشافوا إن العالم متجاهلهم، واللي هو طالما خلاص اللي هو إيه، إحنا مش هنبقى مشهورين ككاتبات، إحنا هنبقى مشهورين كمجرمات. وهنا بتبدأ الشعلة الحقيقية اللي بتقلب أحداث قصتنا. في سنة 1981 البنات بينزلوا الشارع عشان ينفذوا انتقامهم دوّة بجد. بدأوا إن هم يشربوا كحول، يسرقوا محلات، يدخلوا في علاقات غريبة ومؤذية مع أولاد أمريكان كانوا عايشين في ويلز، في المنطقة اللي هم فيها يعني يعتبر. والأخطر إن هم بدأوا يولعوا في المباني، حرقوا محل جرارات، حاولوا يحرقوا مدرسة فنية. الحرايق ديّة كانت بالنسبة لهم الصرخة اللي هيحاولوا إن هم يسمعوها للعالم، اللي هو يا عالم إحنا موجودين، اللي هو أنتم متجاهليننا، إحنا هنعمل كذا وكذا وكذا. طبعًا الأمر ما اتسكتش عنه على طول، والشرطة قبضت عليهم. وفي المحكمة البنات فضلوا ملتزمين الصمت التام، وبيبصوا لبعض بنظرات غامضة جدًا. القاضي طبعًا شاف إن السجن العادي مش مكانهم، وحس إن هم يستحقوا عقاب أصعب من كده، وحكم عليهم فعلًا بالحجز لأجل غير مسمى في مستشفى برودمور، اللي هي تعتبر مصحة للأمراض النفسية. وعشان تكونوا في الصورة، برودمور دي ما كانتش مجرد مصحة عادية، ولكن دي كانت الجحيم اللي بيضم أخطر القتلة والسفاحين في بريطانيا، زي مثلا روني كراي وسفاح يوركشاير. في مدرك المكان كان مرعب قد إيه، ولكن أفعالهم وسوداويتهم كانت فعلا محتاجة عقاب جدا. وطبعا السنين بتعدي لغاية ما بيقضوا هناك حوالي 11 سنة. ولكن في المستشفى العلاقة بينهم اتحولت لحرب باردة، حب وكره في نفس الوقت. بحيث إن في مذكرات جينيفر اللي اتلاقت بعدين كتبت جملة بتوصف المأساة دي بدقة. قالت: نحن عدوتان لدودتان، جون هي الظل الطويل اللي بيحجب عني ضوء الشمس، احنا بنقتل بعض ببطء، هي بتسرق مني حياتي. وطبعا الأمر ما كانش مجرد كلام، بحيث إن هما كانوا بيضربوا بعض بكل عنف في الزنزانة، وبعديها على طول تلاقيهم بيحضنوا بعض وبيعيطوا. الدكاترة طبعا ما كانوش فاهمين حالتهم ديت، كانوا بيغرقوهم أدوية مهدئة لدرجة إن عينيهم كانت بتفقد التركيز، ووزنهم زاد وإبداعهم مات. ما بقوش بيكتبوا أو بيهتموا بنقطة الكتابة زي ما كانوا بيكتبوا قبل ما يتجهوا للإجرام. وفي الفترة ديّة ما كانش في حد قادر إن هو يكسب ثقتهم غير صحفية واحدة كانت قادرة إنها تكسب ثقتهم. الصحفية ديّة مارجوري والاس، اللي من كتر شطارتها وإنها كانت متعاطفة معاهم قدرت إنها تكسب ثقتهم بشكل رهيب. لإنه فعليًا جون وجينيفر بدأوا إن هم يصارحوها، وصارحوها بحاجات كتير، ولكن أهمهم إن هم بدأوا يصارحوها بحقيقة مرعبة جدًا، قدروا إن هم يوصلوا ليها بعد تفكير طويل. وقالوا لها: إحنا أدركنا إن إحنا مستحيل نعيش إحنا الاتنين، وعلشان واحدة فينا تعيش حياة طبيعية وتتحرر لازمًا التانية تموت. ومش بس كده، دول اتفقوا مين اللي هيموت، والضحية المختارة كانت جينيفر. طبعًا مارجوري كانت مصدومة من الأمر اللي هي بتسمعه، وما كانتش مصدقة أساسًا. قالت البنات أكيد يعني مثلًا
منفسنين أو متضايقين دلوقتي أو الأدوية مأثّرة على دماغهم، فما كانتش فاهمة إيه الأمر. ولكن الأمر ده ما بيطولش لغاية ما ييجي مارس 1993، وبعد سنين من المطالبات جه قرار بنقلهم من مستشفى برودمور لمصحة مفتوحة أقل حراسة. المصحة ديّة كان اسمها كاسويل كلينيك، تمهيدًا إن هم بقى اللي هو إيه، هنفرج عنهم وهكذا يعني. ولكن وهُم بيجهّزوا شنطهم، جينيفر بصت لمارجوري وقالت لها جملة بدم بارد، جملة للتاريخ. قالت لمارجوري: "مارجوري، أنا هاموت، إحنا خلاص قررنا ده بجد." طبعًا مارجوري ضحكت وافتكرتها إنها بتهزر، ولكن جينيفر للأسف كانت بتتكلم بجد. وده اللي ينقلنا ليوم نقلهم، يوم 9 مارس 1993. بيركبوا الباص وجون وجينيفر قعدوا جنب بعض. جينيفر كانت ساندة راسها على كتف أختها جون، وبصت من الشباك وقالت آخر كلمات سمعتها أختها: "أخيرا انتهى الأمر." لغاية ما بيوصل الباص للمصحة، والممرضين هناك بيتصدموا إن جينيفر ما بتقومش، وكانوا بيحاولوا إن هم يقوموها، ولكن جينيفر كانت جسد بلا روح، ماتت وهي عندها 29 سنة. طبعًا في الحالات اللي زي كده بينقلوا الجثة للمستشفى عشان يودوها التشريح، والكل كان متوقع إن جينيفر انتحرت أو كانت بتحاول إنها تنتحر بالسم أو جرعة مخدر زيادة مخبية معاها، بحكم الخطة اللي كانت متفقة هي وأختها عليها. ولكن المفاجأة اللي صدمت الأطباء الشرعيين إن تقرير التشريح طلع خالي تمامًا من أي سموم أو مخدرات في جسمها، وسبب الوفاة طبي كان التهاب حاد ومفاجئ في عضلة القلب. قلب جينيفر وقف فجأة، وكأن عقلها أمر قلبها إن هو يتوقف عشان تنفذ الاتفاق اللي كانت متفقاه مع أختها. ماتت بقوة الإرادة. وبعد أيام من وفاة جينيفر، مارجري والاس بتزور جون، وجون استقبلتها بابتسامة غريبة جدا، وقالت لها جملة تقشعر لها الأبدان. قالت لها: "مارجري، أنا حرة أخيرا، أنا بجد اتحررت، وجينيفر ضحت بحياتها علشاني." والأمر بجد كان غريب جدا، وكان غريب على مارجري بطريقة رهيبة، لأنه الأمر ما كانش مجرد الكلام اللي هي قالته، لأ، ده جون فعلا بعد وفاة أختها بقت إنسانة تانية تماما. صحتها العقلية في المصحة اتزنت وطلعت وخدت إفراج عامة، وعاشت في شقة لوحدها في ويلز. بقت بتتكلم مع الناس، كونت صداقات، مبقتش محتاجة أي علاج نفسي مكثف. كأن الروح المظلمة اللي كانت مسيطرة على الأختين توأم سابت جسم وراحت مع التاني للقبر. جون عاشت الحياة اللي جينيفر ما عاشتهاش. طبعا القصة لغاية هنا بتسيبنا قدام منطقة مجهولة جدا بين الطب النفسي والماورائيات. عارف اللي هو، هل قوة الارتباط النفسي ممكن توصل للدرجة ديت؟ ممكن توصل إن بني آدم لما يقرر بدماغه عامة بالإرادة بتاعته إن قلبه يقف بمجرد إن هو وعد توأمه بكده؟ ولا دي كانت صدفة طبية جت في التوقيت اللي هم اتفقوا عليه بالظبط؟ الأمر بيحطنا قصاد حيطة سد رهيبة جدا، ومحدش لغاية يومنا هذا قادر يفهم لغز التوأم الصامت، بحيث إن جينيفر ماتت وجون عاشت، والاتفاق بجد اتنفذ بالحرف الواحد. وعارف إن أنت طبعا دلوقتي أكيد مصدوم من اللي أنت بتسمعه، ومصدوم من كل العبث اللي حصل ده، ولكن دي كانت فعلا قصتهم. وبس دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست من الأرشيف. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا فولو على كل بلاتفورمز، وتشتركوا على القناة على يوتيوب وتفعلوا الجرس عشان لسه عندنا ملفات كتير في الأرشيف فتحناهاش. وقولوا لي في الكومنتات بجد، تفتكروا جينيفر قتلت نفسها بعقلها ولا جون كان ليها يد نوعا ما في الموضوع؟ وهتلاقوا تحت اكونت انستا وتيك توك موجودين في الوصف لو حد عنده اقتراحات او حابب يتواصل معايا. وبس دي كانت قصتنا النهارده، واشوفكم في حلقات جايه. كان معاكم احمد الغنيمي وده بودكاست من الارشيف، ويا رب تخشوا الجنه، وسلام.